بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بسبوسة باشا. أقول اسمك عادي؟ عادي؟ حور باشا عبد الله عمر، صح يا نجم؟ طبعا بتتكسف، احنا هنسجل نفسنا احنا كده ايه على الفيس، وحضرتك هي اللي هتشرح. اتفضلي. تشرح ايه؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. قربي وعلي صوتك. أحكام النون الساكنة والتنوين عبارة عن 28 حرف ينقسم على 4 أحكام. يعني بتقولي ان النون الساكنة أو التنوين هي نعرفها الأول، هي النون الخالية من الإيه؟ من الحركة، مش كده برضو؟ يبقى النون الساكنة النون الخالية من الحركة، ولها 4 أحكام. لا مش عايزين مشاكل، عايزين أختك بس مكسوف. ولها 4 أحكام مع 28 حرف. طبعا في 4 أحكام النون الساكنة والتنوين. 4 أحكام. الحكم الأول والثاني الإضغام بشقين، والثالث والرابع الأول الإظهار الحلقي. إيه هو؟ نشرحه. هو الإيضاح، البيان. الإيضاح واصطلاحا هو النطق النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف. نطقا سالما كاملا إذا جاء بعدها حروف الإيه؟ اللي هي إيه؟ 6. زي ما قال الجزري. لا ما تحفظ مش الجزري. الأول الإظهار قبل أحرف حرف 6 رتبت فلتعرف. همزون فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. برافو. هعمل إيه بقى؟ نون ساكنة أو تنوين جاء بعدها همز هاء عين حاء غين خاء، هعمل إيه؟ حظر الحرف اللي هو النون يعني أو التنوين، ووضحه وبينه إذا جه بعد حرف الحروف دي. مثال: من قبل. لا، من آمن، منهم، ينهون، ينعقون، ينحتون، سميعا، عليما، عليم، حكيم. صح كده؟ لمن حارب الله ورسوله. نعم. لمن خاف مقام ربه. نعم. يبقى دي ايه؟ نون ساكنه حكمها الاظهار الحلقي لانها جاء بعدها حرف الإظهار، ولا هي ايه؟ لمن خاف الخاء او ايا كان. عليم حكيم يبقى اظهار حلقي لان التنوين جاء بعدها حرف الحاء، وحرف الحاء من عموم الحروف الايه؟ الاظهار الحلقي. الحكم الثاني الادغام بشقين. نعم. الادغام يعني ايه؟ الادغام يعني احنا لغة اللي احنا يعني الادخال. لغة يعني ادخل الشيء في الشيء اي اضغمه. نعم. يعني بقى بدخل حرف مكان حرف اخر. بندخله في بعض مش مكان حرف اخر، بدخل الاثنين في بعض. تمام. حروفه يرملون ينقسم عندي قسمين: ادغام بغنه وادغام من غير. اللي بغنه حروفه ينمو، واللي من غير غنه رله. طب ينمو دي بقى نون ساكنه او تنوين زائد الياء والنون والميم والواو، يبقى ادغام بغنه بين قوسين ناقص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هضغم النون في الحرف اللي بعديها اللي هو الحروف ينمو، ولكن لم يتم ادغامها بالكامل، لابد ان يكون هناك جزء من النون باقي او صوتها واضح لسه. ومن يعمل، صح؟ من نار، انطقيها كده. صح. ميو، يلا. موال. ميو، صح. احسنت. بدأ ادغام بايه؟ بغنة. ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ لذهاب الحرف وبقاء الصفة. النون لم تكن واضحة في النطق ولكن صوتها ما زال موجودا، يبقى اسمه ايه بقى؟ ادغام بغنة ناقص. ادغام بغنة ايه؟ استنى يا سعاد عشان بتوقع الكاميرا. ادغام بغنة ناقص. كلام قوي. طب ايه هو سبب الادغام يا بسبوسة؟ سبب الادغام هو أن يكون في كلمتين. شرط الإدغام اقصد أن يكون في كلمتين، يعني لابد أن يكون الإدغام في إيه؟ في كلمتين، ما ينفعش كلمة واحدة. يعني لو زي سنوان دي بقى إيه المستثنى القاعدة. 4 كلمات مستثنى من القاعدة لأنها لم يتوفر فيها شرط الإدغام. فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. مثال: دنيا، صنوان، ماشي، قنوان، بنيان. صح الكلام. يبقى هنا قلنا ما ينفعش ليه؟ لعدم توفر شرط الادغام اللي هو ايه؟ شرط الادغام ان يكون في كلمتين. وسمي، قلنا خلاص سمي ناقص ليه؟ خلاص كده. طب اقول دنيا اسمها ايه بقى؟ حكمه اسمه ايه؟ اظهار مطلق.
إظهار إيه؟ الشق الثاني، النوع الثاني. إدغام غير غنة في اللام والراء، والثاني إدغام غير غنة اللام والراء ثم قرر. نعم، يعني نون ساكنة أو تنوين جاء بعدها حرف الراء أو اللام، ما حكم النون هنا أو التنوين؟ هو الإدغام الكامل. غير غنة كامل. نعم. ها مثال: من لدن حكيم عليم. مرق، لا هنا على خلاف السكت وعدم السكت تبقى خلاف كلمة واضحة. من ربهم. نعم، من ربهم. هي وقيل مرق على وجه حفص توسط طرفين من طريق الشاطبية. وقيل مرق أو من راق، تمام. وقيل من راق أو قيل من راق. أما توسط القصر توسط طريق الطيبة يبقى وقيل من راق على طول بعدم الايه؟ لا مش القصر، مش هسكت هنا في السكت هنا. وقيل من راق، تمام. يبقى هنا من رزق الله مثلا، يبقى هنا إدغام ايه؟ ولكن رحمة، ماشي. يبقى هنا إدغام من غير غنة كامل. النوع الثالث هو الإقلاب. فما هو الإقلاب؟ هو قلب الشيء عن أصله لغة. اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما إذا جاء بعدها حرف مع الغنة والإخفاء. يعني بعمل 3 حاجات: بقلب الحرف وبعديه غنة واخفيه. ماشي يا باشا؟ مثال: صح، من ماشي، من بيننا، من بعد، أنبئهم، ينبئون، أنبياء، أنباء، عليم بذات الصدور. نعم، من بيتك بالحق. يبقى كده كام عندي؟ هذا يسمى حكم الإقلاب، وهو الحكم الثالث في النون الساكنة أو التنوين. يبقى لنا حكما واحدا. يبقى خدنا 6 حروف إظهار و6 إدغام وحرف إقلاب، يبقى المجموع 13. نقسمهم من 28 حرف يبقى إيه؟ 15. اللي هو صف ذا سنة كم جاد شخص قد سما في تقى ضع ظالمة. يبقى النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها باقي الحروف الباقية من الأحكام الثلاثة السابقة يبقى اسمه إخفاء حقيقي. نعم، إخفاء. طب احنا قلنا الإظهار سببه إيه في الأول؟ بعد المخرج، والإدغام قرب المخرج. طب بالنسبة للإخفاء بقى هو عدم اقتراب أحرف الإخفاء من النون فيحدث هنا إيه؟ إدغام، أو يبعد إلى حروف الإظهار فيبقى إظهار. يبقى هو النطق بالحرف بين الإظهار والإدغام. صح الكلام؟ مش كده؟ هقول أنصار من دون الله أندادا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. صح الكلام؟ ما ذا الذي، ما ذا من دون، أنصار الإنسان. صح الكلام كده؟ ده إخفاء كله. طيب دكا، صفا، وهكذا يكون هذا إخفاء، لأن النون الساكنة أو التنوين جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء الحقيقي اللي هم صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالمة. أحسنتي. قولي لي بقى المتن من أول. يقول راجي رحمة الغفور بصوت عالي وعلي صوتك لو سمحت عشان أسمع الناس تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجنفور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تالاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا النهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف الحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أدب يرملون عندهم قد ثبت. لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان التالى. والثاني إدغام بغير في اللام والراء كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميم بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل
من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد فيه تقنطع ظالما. أحسنت يا جميل. أستاذة الجميلة اسمك إيه؟ حور العين. حور العين عبد الله عباس عمر شارع كفر. شكرا يا جميل. أحسنت يا باشا.